تمنحنا الطبيعة جمالا يفوق الكلمات، فهي لوحة إلهية مرسومة بتناسق مدهش بين الضوء والهدوء. حين نراقب تفاصيلها نشعر بأن كل زهرة تحمل رسالة، وكل نسمة هواء تعيد إلينا توازننا الداخلي. جمال الطبيعة ليس مجرد مشهد نراه، بل هو طاقة تهدئ الروح وتنعش القلب وتعيد ترتيب أفكارنا. يمتلك جمال الطبيعة قدرة فريدة على شفاء القلب وإلهام العقل، فالمطر يغسل همومنا، والشمس تبعث الدفء في أرواحنا، وصوت العصافير يرسم بدايات مشرقة ليوم جديد. الطبيعة ليست مجرد بيئة نعيش فيها، بل هي مدرسة مفتوحة نستلهم منها الصبر والبساطة وروعة الخلق. في حضن الطبيعة نكتشف أن الجمال الحقيقي ليس في الأشياء المبهرة، بل في الهدوء الذي يملأ الروح حين نقترب من الأرض والسماء. حين نتأمل الطبيعة ندرك أن العالم أوسع وأجمل مما نظن، فكل جبل يروي قصة، وكل غابة تخفي أسرارا، وكل نهر يحمل موسيقى خاصة به. الطبيعة تعيد تشكيل نظرتنا للحياة، وتعلمنا أن التنفس بعمق ليس مجرد فعل جسدي، بل امتنان لجمال لا ينتهي. وقد أبدع الشعراء في وصف الطبيعة، كما قال خليل مطران: ولقد ذكرتك والنهار مودع، والقلب بين مهابة ورجاء، وخواطري تبدو تجاه نواظري، كالما كدماية السحاب إزائي، والدمع من جفني يسيل مشعشعا، بسن الشعاع الغارب المترائي، والشمس في شفق يسيل نضاره، فوق العقيق على درى سوداء، مرت خلال غمامتين تحدرا، وتقطرت كالدمعة الحمراء، فكأن آخر دمعة للكون قد مزجت بآخر أدمعي لردائي، وكأنني آنست يومي زائلا، فرأيت في المرآة كيف مسائي، وكيف للنهار ألا يتبعه الغروب. وهنا ألقى خليل مطران كلمات في الغروب: يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرائي، أوليس نزعا للنهار وسرعة للشمس بين مآتم الأضواء، أوليس طمسا لليقين ومبعثا للشك بين غلائل الظلماء، أوليس محوا للوجود إلى مدى وإبادة لمعالم الأشياء، حتى يكون النور تجديدا لها، ويكون شبه البعد عود ذكائي. وكيف لا أجول بكم إلى سحر العيش في الأرياف، لحظات من العمر وذكريات من مفردات الأيام، تحكي نقاء الهواء وصفاء القلوب وبساطة العيش، حيث تستقبلك على مشارف القرية تلك البيوت الحجرية القديمة والعريقة، ترى فيها القوة والجمال قد امتزجا معا، فكونا تاجا مهابا يزداد بهاء كلما اقتربت منه وتنقلت بين أقرانه، تماما كتلك العمامة التي تعلو رأس رجال القرية وتتربع على نواصيهم، تدل على الرجولة المعهودة والعرف المتوارث. ومع أنفاس الصباح الأولى تبدأ الحيوية وتتحرك الحياة، فهذه نساء القرية على تناويرهن الطينية يجهزن الخبز الحار اللذيذ المعمول من الحبوب والذرة، وذلك الدخان المتصاعد الموحي بخفة الحركة وبداية الانتشار. وأولئك الرجال الذين يستعدون للذهاب إلى الحقول والمزارع بالبهائم، وما هي إلا أن تبسط الشمس خيوطها وتملأ الأرض فتزداد الحركة ويتسع النشاط، وتسمع أكثر من صوت، وترى أكثر المواقف أصالة وبراءة. فمن الأصوات ذلك الحداء الذي يردده الفلاحون في المزارع أثناء العمل، وغناء الصبايا ترعى الأغنام على الجبل تختلط بأصوات الحيوانات المسخرة، وكأنها تتبادل الأدوار مع أصحابها، فتضفي على الطبيعة صبغة ممتعة أخرى. شعرت أنا أرى وأسمع وأشم وأستمتع بأننا لسنا في عصر التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات والحياة التي عرفتها في المدينة بكل تفاصيلها المختلفة تماما عن ما أنا فيه. وشعرت أيضا بالعطش، فاستسقيت ماء من أحد تلك البيوت الحجرية المتناظرة، فصوتت لي عجوز بالرحب والسعة وأشارت إلى جرة بجانب الباب الخشبي الأصيل، موضوعة بعناية ومرتبة المكان والسقاء. عرفت لاحقا أنها سبيل، وأن هذه عادة الناس جميعا، يضعون الماء بهذه الطريقة على قارعة الطريق وأمام البيوت لكل محتاج يبتغون الأجر والثواب. أخذت القدح وغرقت باستحياء يدل عليه عدم التعود والتوجس من طعم الماء، ولكني حين جرعت أول الدفعاء
دفعات عفوا. أدهشتني حلاوة طعم ذلك الماء وأريحية برودته، مما دفعني للاستزادة، ومددت يدي لاستجلاب قدح آخر، فسمعت في الأثناء صوتا نديا ذو إحساس صادق. كان صوت فتاة ترفع عقيرتها بأغنية تدل كلماتها على المعاناة والمروءة معا. ثم وضعت القدح على الجرة وغادرت خارجا من القرية متوجها إلى المدينة، وقد عقدت العزم على العودة حين تسنح لي الفرصة، وقتا لأستزيد من تلك الطبيعة وأصحابها. حكمة من شيخ، وصوتا من فؤاد، ومعنى من مروءة، وشربة من جرة.